تعرفي ازاي تعملي الكلام قيمة وهيبة. الهيبة بتزيد لما الكلام بيقل، معروفة. يعني مثلا مثال، لو بنت جميلة جدا انت شفتيها داخلة مثلا مكان الشغل بتاعك او داخلة فرح، البنت دي لابسة شيك جدا، حلوة قوي ولبس غالي، بس اول ما حد كلمها بدأت تحكي قصة حياتها بالتفصيل وتشتكي، ده الشوز، ده الجزمة وجعاني، وتنتقد فلانة اللي مش بتكلمها. فجأة من كتر الكلام خلاص الكاريزما اتمسحت، اختفت، واللبس الشيك القيم خلاص ما بقاش له قيمة. لكن في المقابل البنت الناصحة الفاهمة لما تيجي تدخل المكان هتسلم بهدوء صباح الخير، تبتسم ابتسامة رقيقة خفيفة وهترد. تكلمي. يا صباح الفل يا سكريتة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا ومحبة وقلبكم يبقى مرتاح. بصوا هنا بقى وريتكم اللي انا فطرت فطار كده رايق علشان خاطر دنيا كانت في الحضانة، فاللي هو يا سلام انا شربت واتفرجت على حاجة في روقان قبل ما ادخل على المدعكة اللي هي بتاعة اوضة النوم. بصوا بقى انا دخلت اول حاجة هشيل كل الحاجات اللي عايزة تتغسل، يعني انا مش هعرف اعمل اوضة النوم على يوم واحد، انا هعمل على قد ما دنا ترجع من الحضانة. تمام كده، عشان احنا بعد ما دنا بقت في الحضانة يومنا بقى اطول في حاجات تانية، يعني المذاكرة والاكل والشرب، يعني بقى في تفاصيل اكتر. فالحاجات اللي انا هعملها دي يا دوبك لحد ما دنا تيجي. انا بصراحة بعد دول كملت شوية كمان، يعني كنت بعمل اكل مثلا واكمل، بس برضو كنت اكتر الوقت كنت معاه. بصوا انا هنا وريتكم قبل كده اللي انا بحب قوي احط كفرات على المخدات، بتنفعني وبتحافظ على المخدة، وبخيطها كده علشان خاطر ما تقعدش كل شوية تفلت، ويعني بغسلها كل شهرين 3، الصراحة مش بغسلها على طول. بس عايزة اقول لكم بتحمي جدا جدا المخدة. تمام، انا بقى هشيل كل حاجة عايزة تتغسل وهبتدي احطها في الغسالة، والحاجات اللي على ايدي، لاني انا في بطاطين لسه عايزة تتغسل، وفي مشيات عايزة اغسلها. لكن زي ما قلت لكم السجاجيد اللي هي كبيرة او تقيلة عليا لا، دي هوديها المغسلة بس ان شاء الله بعد العيد. كل سنة وحبايبي وصحابي المسلمين بألف ألف ألف خير، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم يا رب. معلش جت متأخر شوية، بس أنا ما كنتش بصور. وهشيل بقى الكفار بتاع المرتبة. انا وريتكم قبل كده اللي انا برضو عامله الكفر بتاع المرتبه بدبابيس اللي هي كبيره قوي دي، اللي هي بتاعه العرايس، هبوريها لكم يعني في فيديو بعد كده. بس يا رب افتكر اللي هي بتاعه العرايس اللي هي الكبيره دي، بحب كده ادبس بيها من كل ناحيه دبوس علشان خاطر الكفر ما يتزحلقش مني ويفضل ثابت. تمام، كل حاجه هشيلها. للاسف كنت عايزه اغسل برضو المرتبه بس ما لحقتش، المرتبه بتاخد مني مجهود ووقت، فقلت خلاص مش مشكله تاني يوم هغسل المرتبه. بصوا بقى يا بنات عملت ايه. البنات اللي هي بتحب تغسل بطاطين في البيت ركزي معايا. اول حاجه انا غسلت كل الجزء ده، تمام، وغسلت البانيو كويس قوي بالكلور وبالصابون السائل، حلو. وبعد كده رحت حطيت البطانية هنقعها شوية من غير اي حاجة خالص، ماشي. هسيبها تاخد لو فيها اي يعني ترابة ولا اي روايح او اي حاجة، هخليها المية دي تاخدها. وبعد كده هدعكها كده بايدي
هفضي الميه، يعني هسيبها يجي نص ساعه ماشي، وبعد كده هفضي الميه. بعد كده هملاها ميه نظيفه وهحط صابون. تمام. اهو بصوا كده لما نقعتها، بصوا الميه، انا الحمد لله الميه مش وسخه، لا الميه يعني ايه نظيفه، عشان انا اللي متابعني عارف ان انا على طول بحط البطاطين دي في الغسالة. فانا البطاطين بتاعتي مش بتبقى محتاجة الدعكة اللي هي القوية. انا كده خلاص فضيت المية، هبتدي بقى املى مية تاني واحط بقى صابون. خلاص بصوا كده مليتها وهبتدي بقى اعملها. بصوا دي اللي هي فاكرين العلبة اللي انا بملاها للحمام، اللي هي فيها صابون سائل وفيها كلور وفيها جنرال بريحة النظافة. تمام. هغرقها كده بقى كلها كده خلاص، وهدعكها كده دعكة كده محترمة واوريكم. بصوا هنا كده دعكتها خلاص. البنات اللي هي متابعاني من اول ما فتحت القناة وهم عارفين ان انا بحب اغسل البطانية اول حاجة بالصابون السائل، وقلت لكم ان انا اخدت الموضوع دوت من المغسلة. الراجل بتاع المغسلة قال لي اغسليها الاول بصابون سائل، علشان خاطر الصابون السائل بينزل كل حاجة مش نظيفة في البطانية. فانا كده دعكتها بالكلور زي ما وريتكم كده الخلطة اللي انا عاملاها، ومسكتها بقى دعكتها دعكة كده محترمة، وهسيبها ساعتين 3 كده، وبعد كده هدعكها تاني، وبعد كده ايه نرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا هنا خلاص فضيت المية اللي هي بالصابون، هبتدي بقى احط اي حاجة انت عايزاها. تمام. اي مسحوق، انا بحب باهي ريحته حلوة قوي وبتثبت. هملاها كده. تمام. خلاص دي كده بالنسبة لي اخر غسلة. بحب معلش كده اكتر شوية عشان خلاص دي هتقعد للسنة. هدعكها بقى دعكة كده بقى كمان محترمة، وهسيبها برضو ساعتين 3 وابتدي بقى اشطفها. بصوا كده انا شلتها اهي خلاص. بصوا نورت، بصوا بقت تزيق كده من النظافة. خلاص كده شلتها، حطيتها طبعا على كرسي نضيف تتصفى براحتها. بعد كده بقى هبتدي بقى انشرها. بصوا هنا بقى هحط الخديات في الغسالة. انا زي ما قلت لكم في حاجات هحط في الغسالة وحاجات هغسلها في البانيو. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا وريتكم مقطع البطانية ورا بعضه، بس لا انا كنت يعني بشطف مثلا مرة البطانية، اروح احط حاجات في الغسالة، اروح مثلا كان في شوية مواعين اعملهم، يعني ما كنتش قاعدة عليها. بصوا اخدت بقى المخدة الطويلة دي، مش انا عندي 2 مش هعملهم الاتنين عشان ننام على واحدة واحدة تنشف، بدخل التانية. برضو بعملها زي البطانية بالظبط. انا اي حاجة بعملها بنفس المراحل. شطفتها الاول شطفة حلوة قوي بمية كده، نزلت اي حاجة مزفرة، بعد كده بالصابون السائل ودعكتها دعكة محترمة. بصوا بعد كده انا كده خلصت حطيت لها المخده ونشرتها، باهي وحطيت بقى ايه وسبتها المشيه برضو دي منقوعة شوية. خفيفه انا ما شويه، فدي ببيتش انا الحاجة في هغسلها البانيو. تمام كده. في البيت. انا بخاف على بصوا دي الحاجة. كده اول غسله خالص، شايفين الميه مش نظيفه خالص ازاي. هفضل بقى ايه كل شويه اغير الميه دلوقتي وادعكها لحد ما الميه تبقى نظيفه خالص. بعد كده ابتدي احط فيها ربس وانقعها شويه، بعد كده هدعكها على ايدي. برضو هوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا انا هنا كده خلصت. بصوا الميه بقت نظيفه ازاي. عملتها هيك 3 4 مرات، وفضيت بقى دي مليتها مره ورحت هي فضيتها كلها كده عليها. هغسلها بقى بيها كويس قوي، وهسيبها منقوعه حبه حلوين، وبعد كده هدعكها. وبرده بعد ما ادعكها هشطفها في البانيو. تمام كده. هنا بقى بصراحة كنت خلاص جبت دونة من الحضانة، وكمان اتغدينا. تمام. وكنت بقى ايه دي نقعتها حبة حلوين. دي المشاية دي طولت فيها اكتر. تمام. علشان خاطر دي كانت متوسخة اكتر عشان خاطر بتاعة الارض وكده. بس بقى مسكتها كده دعكتها دعكة كده محترمة
خلاص انا هغسل على ايدي كل الحاجات اللي انا هفرشها في الصيف. مش بتاخد وقت، لكن الحاجات اللي انا بقى هبتدي اشيلها اللي هي التقيله اللي هي بتاعت الشتاء، دي هنزلها زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم لما بدعكها، لما بنقعها في البانيو وبحط عليها صابون سائل وبخليها تتنقع حبه كتير وبنضف الميه بتاعتها، لما باجي ادعكها كده عايزه اقول لكم ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود، لانها اوريدي خلاص بقت نظيفه. انتوا فاهميني؟ يعني شلت كل التراب منها. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا قبل ما اغسلها، قبل ما احطها في البانيو، كنستها كنسه محترمه. تمام، كنستها، بس انا ما بنفضش. اللي متابعني عارف ان انا ضد التنفيض، انا ما بنفضش اي حاجه خالص. انا كنستها كنسه محترمه، وبعد كده رحت دخلتها البانيو. تمام. بس كنت خلاص الصراحه، كان هنا على الساعه كانت كام؟ كانت الساعه متهيألي 6 أو 7. بس كنت خلاص الصراحه اللي هو انا غسلت حاجات كتير، وكنت خلاص تعبت، فقلت خلاص دي اخر حاجه ومش هعمل حاجه تاني في الاوضه، وهسيب بقى الاوضه كده. انا الحمد لله الحمد لله الدواليب عندي متروقه، والادراج عندي كانت زي الفل، مفيش اي حاجه خالص. يا دوبك تاني يوم هعمل بقى المرتبه، وهعمل الستاره ما شلتهاش لسه. الستاره بشيلها وبركبها في نفس اليوم، علشان خاطر ما بنقدرش ننام من الاضاءه، عشان البلاك اوت وكده، فبحب الستاره اشيلها واركبها في نفس اليوم، فعشان كده ما شلتش الستاره من ضمن الحاجات اللي تتغسل. تمام. لسه بقى الحيطان والشبابيك وفوق الدولاب والتكييف، يعني لسه الحاجات اللي بره. هنا بصوا بعد ما خلصتها هبتدي بصوا بقى كده ايه خلاص احطها كده في خلصت. البانيو، ودي بصوا وعلشان خاطر المية اشيل بقت منها زي كل الفل ازاي. الصابون. يا تمام دوبك كده. بس ايه، هشيل عايزه اقول لكم المية واخليها خليتها تتصفى زي براحتها، الفل. بعد كده هرولها وهركنها بقى على جنب. والحاجات بقى اللي على الحبل، البطاطين والمخدة، ينشفوا. بعد كده هبتدي احط دي، وكده يومي يكون خلص. واشوفكم في فيديو جديد، واستنوني في تكملة الأوضة. باي باي، بحبكم قوي 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 قوي.